أعظم يوم في تاريخ البشرية. هو تأسيس سر الإفخارستية. وأول محطة معانا النهاردة، تخيل إن أنت كده ماشي مع المسيح والمسيح بيطلب منك إنه يغسل رجليك زي ما حصل زمان مع التلاميذ. يا ترى هتبقى عامل زي بطرس لما راح له وقال له لا يا رب ما تغسلش رجليا؟ غسيل الأرجل هنا هو بمثابة غسلنا من أوساخنا ومن كبريائنا، ودي كانت أعظم رسالة محبة وأكبر رسالة اتضاع اتعلمناها البشرية كلها. والمحطة التانية في اليوم النهاردة أكل الفصح مع التلاميذ وتأسيس سر الإفخارستية. قوة اليوم ده في إن المسيح عايز يبقى في وسطنا ويدينا حياة جديدة بدمه المسفوك على عود الصليب وجسده المكسور لأجلنا. والمحطة الثالثة معانا، تخيل المسيح بيصلي وانت واقف مع التلاميذ والمسيح بيقول لك أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ وفي آخر محطة وإنت مع التلاميذ ومعاكوا السيد المسيح، دخل عليكوا يهوذا وسلم المسيح بقبلة. في الموقف ده الكنيسة بتقول لنا لحن أفوتشنون، واللحن ده معناه كلامه ألين من الدهن ولكنه نصال. والكنيسة هنا عايزة تحسسنا قد إيه المسيح اتخان وقد إيه كان ألم نفسي رهيب بالنسبة له إن حد من تلاميذه القريبين جدا إن هو يخون. كنيستنا برضو رتبت إن يتقال لحن من أعظم الألحان، هو لحن فايقة في إنف، وهو معناه هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة عن خلاصنا، ويسمى بلحن الصليب. واحنا كمان في نهاية البصخة النهاردة عايزين نقول لنفسنا زي ما المسيح قال زمان للتلاميذ: اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة.